اتمنى انه تجربه الهلال السعودي العظيمه في كاس العالم للانديه والملهمه انها تخلي المسؤولين عن الكره في مصر عندهم من الاحمر، عندهم من الاحساس، يحسوا شويه ويفكوا بقى دماغهم من النادي الابيض ابو خطين حمر اللي مدمر الكره المصريه، اللي بيشوف مصلحه النادي الاهلي فين ويشتغل ضدها. النادي الاهلي عاوز يزود عدد الاجانب علشان يلعب في كاس العالم للانديه، فانا هشتغل عكسه، هقول انا مش عاوز ازود عدد الاجانب، انا عاوز اقلل عدد الاجانب علشان مصلحه الكره المصريه اللي هو اصلا مدمر سمعتها. الاجانب اللي احنا بنطالب بزياده عددهم دول الزمالك بياكل حقوقهم، الزمالك فضحنا في المحاكم الدوليه بانه بياكل حقوق الاجانب. شوف تجربه الهلال السعودي وكم عدد المحترفين اللي متاح للهلال السعودي، وتعلموا منهم يا جماعه، تعلموا، مش عيب والله، تعلموا انكم تساعدوا النادي الوحيد اللي بيوصل كاس العالم للانديه، تعلموا انكم تساعدوا النادي الوحيد اللي بيشرف سمعه الكره المصريه وبياخد دوري ابطال افريقيا وبيدخل للبلد الدولار. النادي الوحيد اللي بيدخل عمله صعبه للبلد هو النادي الاهلي، فاحنا ندور نساعد النادي الابيض ابو خطين حمر اللي ما بيدخلش اي جنيه للبلد، ما بيدخلش اي دولار للبلد، ده بسبب انه النادي الاهلي محكوم بعدد اجانب معين. النادي الاهلي بيعاني اقتصاديا بسبب الموضوع ده، لا عارف يتعامل مع الاجانب اللي عنده، والاجانب اللي عنده بيلووا دراعه علشان العدد المحكوم من الاجانب، وكمان مخليه قدرتك على اختيار الاجانب صعبه، ما عندكش حريه في اختيار الاجانب.